السلام عليكم، كنت بكاتب معكم فيديو جديد من فيديوهات احمد عالمي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا 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 جدا على ان انتم متفاعلين يعني مع السلسله دي وعجباكم وكده. فيعني اعمل لايك، حسسني ان انت متفاعل برضه مع الناس المتفاعله دي. اعمل لايك واعمل شير مع صحابك كده، قول لهم خد يا اسطى اطفح بالهنا والشفا. بجد خد كده اطفح بالهنا والشفا، وادي له لينك الفيديو وخليه يتفرج بقى، او انت خليه يتفرج غصب، امسك دماغه كده اتفرج يلا. ما علينا ما علينا. اعمل لايك، سبسكرايب لو مش مشترك عشان يعني القناه تكبر. اعمل سبسكرايب، مش بهزر. يعني انت بتسمع الكلمتين دول بقى وتقول ماشي كل اليوتيوبر بيقولهم، لا احنا بنقول لك عشان نفكرك يا باشا. اعمل لايك واعمل كومنت صح، احنا بنكون عايزين الحاجات دي اعملهم. معلش اتعصبت، الدنيا بدات تحرر والدنيا صيام فانت فاهم، فاعمل لايك يلا. وتعالى على الانستا، مستنيك على الانستا، هناك في حاجات حلوه على الانستا يعني. يلا نبدا الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده يا جماعه عن شخص اسمه المزاجنجي. الراجل ده كل مثلا بقلب على الفيس على التيك توك كده، كل فين وفين بقابله. بس انا يعني مش انا اللي ببقى مهتم بمحتوى الاكل قوي، فعادي بعدي. بس انتوا كلكم يعني من ساعه ما عملنا سلسله الاكل دي معظم الناس عماله تتكلم عن مزاجنجي، تتكلم عن مزاجنجي. واحد تاني كده هنبقى نجيبه فيديو تاني، بس يعني اتكلم عن مزاجنجي جالي كومنتات كتير، فيلا نتكلم عن مزاجنجي ونشوف بيقول ايه. عندهم طاجن هنا لحمه تقريبا ملفوفه حاجه زي كده، انا بس عايز اشوفها يعني. ده كده المزاجنجي هيجوعنا، جايب لنا طواجن لحمه باين بفريك مش عارف ليه، يعني اكل مصري كده فاهم، لذيذ. فيعني انا مالي بالكلام زي عمرو اديب ليه كده، ما علينا يعني. يا رب ما نجوعش. يا نهار ابيض، انتركوت لفينها وحاطين جواها تعالى بقى تعالى. اللهم اني صايم يعني، دي لحمه يا جماعه يعني، ما احنا صايمين مالناش دعوه، اللهم اني صايم. انا هحاول احافظ على القوام بتاعها. ايوه يا عم الف هنا، انا غلطان ان انا عملت سلسله اكل في رمضان، كنت عملت فوازير او اي حاجه يعني. ماشي. بقى يا جماعه، ده عيش ب 2 مليون جنيه يعني. ده ليه يا معلم؟ ايه معمول بقدره ذهب؟ ما كل العيش معمول بدقيق عادي يعني، في ايه؟ رغيف ب 2 يا رب اعرف بس. ده رغيف عيش ب 2 مليون جنيه. انسى بقى كل العيش اللي انت كلته في حياتك قبل كده. ده انا شايفه عيش شامي او عيش سوداني مثلا، بس معمول زي الفينو كده وطويل ومجوف عادي، عيش عادي. مش عيش خالص، ده لو تاكل بيه اي حاجه هيبقى تحفه. ها، طب انا عايز اقول لك على مفاجاه، بس يا رب ما نصدمش يعني. اي عيش في الدنيا بيتاكل بيه اي حاجه. شفت المفاجاه؟ مش ده بس. ده عيش معمول بمزاج، يعني مزاجنجي اللي عامل ده. معمول بمزاج ازاي يعني؟ انت مكبر الموضوع ليه يا معلم؟ يعني ما كل العيش بيتعمل على النار عادي وبدقيق يعني ده كان معمول على حاجه معسل في ايه؟ هناخده ونعمل بيه ساندوتش. تخيل معايا لما يبقى الشاورما، انا مش قادر امسكه انا هشرح. تخيل معايا الشاورما محطوطه في العيش ده. السلام عليكم. ايوه كده جبنا في الكلام اللي يجوع، لكن تقول لي عيش معمول بمزاج وعيش ب 2 مليون جنيه؟ لا مفيش الكلام ده. بتحط بطاطس على الساندوتش، بطاطس وخيار مخلل وتوميه والبورشن بتاع طب بجد حرام والله يعني. انا بحب الشاورما وبشوف الفيديو بجوع وهمنتجه وهجوع برضه يعني، في الحالتين هجوع، حرام. ان على الجريل ياخد سيكه قرمشه من الوشين. يا نهار اسود يا نهار اسود. تعالى، وبعد كده سنه بتحط عليه ايه بقى؟ ده ايه؟ صوص تتبيله. يعني غير الحاجات اللي احنا حاطينها اوريدي في صوص تتبيله حطيناه. يا نهار اسود. وايه ده ايه؟ ده ايه؟ توميه بس. هذا وبالله. بس حرام عليك يا مزاجنج، انا ما اتسحرتش كويس يعني. الف هنا الف هنا يا معلم. بس في عروسه هنا اتحطت في وسط السفره. الحقيقه حسيت انها بتناديني. ليه بقى؟ والله كلنا بنحبها مش انت لوحدك يعني بص يعني بتقول لي تعالى. حسيت انها قوام كده شبه ايه؟ شبه حاجات كتير بحبها. يعني شبه ايه؟ طبعا نروح بسم الله كده على تعالى يا احمد. اهو بص قالت تعالى يا احمد. انا عايز اعمل ريفيو اكل عشان اروح مطاعم كده واجرب بقى فاهم، والله واعمل الحاجات اللي هي الجامده دي. فخدني معاك يا مزاجنج يعني، انا همسك لك الكاميرا عادي او هاجي هاكل معاك وهقف اعمل كده. بالمناسبه انا مش عارف الحاجات دي ايه، يعني انا مش عارف دي فطيره ايه.
بس شكلها وقوامها يعني تحس ان هو دعا بس يرفع قلبي. ايه ده بالايه بقى؟ صح، الفطيره بالايه؟ دي فطيره مشكل جبن. نقطه ضعف المشكل جبن والمارجريتا. يابا 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 يا بس صايمين، اللهم اني صايم. يا احمد دي فطيره ايه دي بقى؟ بص قلبه حاسس بيقول يا احمد، وفطيره ايه يا احمد؟ يعني انا والله هاجي اكل معاك يا مزاجنجي يا جماعه. الفيديو ده يوصل لمزاجنجي، انا عايز اكل معاك يا مزاجنجي. خدني معاك الفيديو كده وانا اقعد يا مزاجنجي، وانت تقول لي يا احمد، ونقعد ناكل مع بعضينا كده. اكتشف انا صح. طب نفتح كده بسم الله. ايوه بقى تحس ان انا ايه، فتحت عليها اوضه النوم. والله فتحت. ليه فتحت بجد يعني؟ ما تسيبها مقفوله وكل يعني. انت جايب الجوعان اكتر والله مزاجنجي، يعني احنا صايمين. انت عارف انا لو مش صايم عادي ممكن كيس اندومي يرضيني. الباب دي ايه بقى؟ دي سجق. انا طبعا مولعه يعني. دي سجق مع طماطم. دي بسطرمه. سجق وبسطرمه صح؟ طيب كتيبه المزاجنجيه انا جاي هنا اجيب لكم خصومات. ايه ده اسمهم كتيبه المزاجنجيه ده؟ يعني احنا بقى نروح احنا جيش العالمي وهم كتيبه المزاجنجيه وناكل بقى مع بعضينا. انت متخيل؟ عايزين مائده رحمن. مائده رحمن ايه ده؟ احنا عايزين ايه؟ مش عارف. شايفين بقى البربوني ده؟ شايفين يا اسطى؟ شايفين؟ كله النبي كلها بسرعه كده، كلها بسرعه وما تقعدش بقى يا سلام والكلام الشغل ده. لا كلها على طول. دي السمكه اللي هي بتتغذى على الجمبري، فهتلاقي في صوص اللحمه بتاعتها. عارفها انا، المرجان دي طعمها حلو يعني. الف هنا مزاجنجي، الف هنا. تفصيصتها ولونها من جوه قريب شويه من الجمبري، فتلاقي محبين الجمبري بيحبوا ياكلوا البربوني. نروح حطينا هنا صح كده، بس عملنا سندوتش بربوني. نكمل بقى دي عشان احنا هنعمل هنا حاجه لطيفه شويه. هنعمل ايه بقى؟ ايوه قول لي بقى هنعمل ايه، انا عايز اعرف احنا هنعمل ايه بجد. هنحط يا سلام. بص انا كنت لسه هلف على الترابيزه واشوف ايه ممكن مين يجي معانا، فده يجي معانا طبعا. ايوه انا احب السندوتشات الميكسات الغريبه دي. انا حبيت دماغك يا مزاجنجي، كل وانا معاك يعني. بتديها فخامه، بتفخم اللقمه، تفخم الساندوتش. بتنجان. هنبدا نختلف صح؟ لا ربنا ما يجيب اختلاف. حط بتنجان وحط فلفل مقلي وحط اي حاجه. بص اي حاجه قبلك على الترابيزه حطها عادي. بقول لك بحب الميكسات الغريبه انا عادي. مش اهو فلفل صح اهو اسمع كلامي. حط طماطم حط الحاجات دي كلها، ولو في بصل حط اي حاجه. هات بقى رغيف كبير كده، رغيف قد كده، وحش بقى جواه كده، فاهم؟ تبقى ايه بقى؟ عامل زي الشنطه او المركب، وحش جواه وكل في الاخر. انا اصلا كنت هروح اخد فلفلايه ونسيت، بس خلاص كده كفايه يلا. ايه ده كفايه ليه؟ كمل يا معلم عادي، معانا اصناف. شكل في تعالى بس هنعمل كده ايه. ايوه بقى انا مستني اللحظه دي. قول لي بقى الطعم والميكس اللي احنا عملناه ده يعني طعمه ايه في الاخر؟ مقرف ولا حلو؟ بس هو عمل كده يعني الميكس حلو، فده ميكس العالمي والمزاجنجي. هو اي نعم هو اللي كله وعمله، بس انا يعني كنت مشرف على الموضوع، فالعالمي والمزاجنجي اللي عاملين الحوار ده. يما ايه يا اسطى تبخن لك تعابين ولا ايه؟ في ايه؟ تعالى كده، تعالى اقول لك مين اللي فكر في الفكره الفجره دي؟ طالما فكره فجره يبقى اكيد ده لحم اسد مفروم او لحم حاجه غريبه او ما اعرفش ايه ده. عارفين ده ايه؟ ده اسمه ايه يا استاذ؟ طبق بهاريز. لا كده يبقى طبق فاجر. ادينا انا في البهاريز كده. تخيل بقى البهاريز كده بالرغيف اللي هو كان ماسكه من شويه ابو 2 مليون السخن ده. اللهم اني صايم. يا نهار اسوح. ده بقى اللي هو ايه؟ ده اللي هو بيتضرب حقن ده يا حاج؟ لا الموضوع مش كبير للدرجه دي يعني. حقن ايه ده؟ بهاريز شرب، خدها كل 12 ساعه عادي. احلى هديه والله العظيم. الطبق ده احلى هديه، بس فين الفته؟ مش في فته؟ عايز رز بس طبق رز. يا مزاجنجي خدني معاك بجد. انا عايز اجي معاك عادي المطاعم دي واقول له هات رز ونزل لنا 2 رز انا وانت كده، ونقعد بص كده. بص يا مزاجنجي، بص يا احمد، وبص يا كاميرا. قرب يا احمد كده. تعالى يا احمد اهو. بص ده البهاريز. عشان ده انا هاخد منه تغميسه. ده يا جماعه ثاني اكسيد بقى الايه؟ العذاب. هو بالنسبه ان احنا صايمين عذاب والله. ايوه ادينا بقى، هات البهاريز دي، هات البتاع اللي انت بتاكله ده. هو ده. تعالى يا احمد ناخد تغميسه من البرنس ده مع بعض. من غير ما تقول تعالى يا احمد، انا جيت اهو. وريني يا جماعه دي البهاريز. يا نهار اسود. يا استنى، شايفين الطبق ده
قالوا كده بما فيه من الدسامه، بما فيه مش عارف ايه. يا عم حرام عليك، ما تقعدش توريني كل شويه في اطباق وتجوعنا اكتر. هو خلينا في البهاريز، خلينا في البهاريز. هنا ده بقى البهاريز بتاعت الطبق ده، بهاريز بس يعني مش بهاريز ايوه بقى. يا نهار اسود، يا نهار ثاني اكسيد المنجنيز. بسم الله. يا ربي انا بقول كفايه كده بجد والله، عشان انا يعني والله ما تقلت في السحور حتى، كان حاجه خفيفه كفايه يعني. حرام عليك، حرام عليك يا معلم. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لو لسه ما عملتوش لايك يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي في كومنت، يعني عرفني ان انت وصلت لحد هنا. قول له وصلت للاخر والله صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تمام تمام يا باشا. وبعد اذنك انتسب في القناه، يعني لو بتقدر تنتسب ممكن تنتسب كده وتفيدني، ودي حاجه هبقى حاببها جدا يعني. لو ما تقدرش عادي انت بتتفرج بس دعمك ليا باللايك ده حاجه بالدنيا برضه. شكرا ليك. ولو عايز تيجي على الانستا تنورنا طبعا، ده بص ده كله جاي من على الانستا، فيعني حرام عليك يا مزاجنجي. السلام عليكم.